بينما كانت الفتاة الصغيرة تجمع القمامة، اكتشفت فجأة أن الشاب في الجهة المقابلة من الشارع يطعم كلبه رغيف لحم. عندما رأت الكلب يهرب، ركضت الفتاة مسرعة والتقطت الرغيف والتهمته على الفور. شعر الشاب بالارتباك الشديد وتساءل كيف يمكن لأحد أن يأخذ الطعام من كلب. في تلك اللحظة أدرك الصبي أن تميمة الفتاة مطابقة لتميمته، لكن تميمته اختفت فجأة، فاتصل الصبي بأبيه على الفور وأخبره أن أحدهم سرق تميمته. عند سماعه ذلك انتابه التوتر الشديد، لأن تلك التميمة كانت الشيء الوحيد الذي تركته له والدته الراحلة، لذلك كان عليه أن يجدها بأي ثمن. في تلك اللحظة نظر كبير الخدم إلى تميمة الفتاة، ولأنها فريدة من نوعها تأكد من أن الفتاة هي السارقة، فذهب إليها ودفعها متهما إياها بسرقة تميمته وأخذها منها على الفور، ثم طالب الفتاة بدفع ثمنها. ما فعلوه لم يتخيلوا قط أن للتميمة نسختين، واحدة لكل توأم. اتضح أنه قبل 6 سنوات عندما أنجبت والدتهما عانت من نزيف حاد وكانت على وشك الموت. ضغطت الممرضات على الأب للتوقيع بسرعة وإنقاذ زوجته، ولكن في تلك اللحظة الحاسمة ظهر والد الرجل فجأة ومنعه من التوقيع وهدد الممرضات قائلا إنه إذا لم يتوقفن عن علاجها فإن المستشفى سيختفي في اليوم التالي. اتضح أن الأسرة كانت قد رتبت له زواجا مناسبا، ولكن في يوم الزفاف تخلى الرجل عن خطيبته وهرب مع المرأة التي أحبها. أدرك الرجل أنه أخطأ، لكنه توسل إلى والده لإنقاذ زوجته من أجل التوأم الذي لم يولد بعد. عند سماع ذلك أصبح الأب مهتما فجأة وأمر الطبيب ببذل كل ما في وسعه لإنقاذ أحفاده. لحسن الحظ نجحت الجراحة ونجا كل من الأم والتوأم. بعد ذلك خدع الأب الرجل قائلا له إن زوجته وابنته توفيتا بسبب فقدان الدم، ولكن على الأقل نجا الابن، مما أعطى استمرارية للعائلة. ولهذا السبب وضع الرجل تميمة والدته على ابنه حتى تتمكن والدته وشقيقته من السهر على سلامته. بعد 6 سنوات تدهورت صحة المرأة بسبب العملية الجراحية التي خضعت لها آنذاك، ولكن بفضل ابنتها التي كانت تتوسل للحصول على صدقات يوميا نجت والدتها. ومع ذلك في أحد الأيام عندما نزل الرجل إلى الطابق السفلي سمع بالصدفة محادثة بين والده وموظفيه، واكتشف أن زوجته وابنته لم يموتا. في الواقع تسبب والده في فقدان زوجته للذاكرة، لذلك لم تبحث المرأة أبدا عن الرجل. لقد أبقى الأب حياتهما على قيد الحياة، لأن الطفل كان مصابا بمرض نادر ولا يمكنه البقاء على قيد الحياة إلا بدم من نفس الندرة. المشكلة كانت أن دمه تطابق دم والدته، مصادفة نادرة للغاية، فأرسل الأب سرا في طلبها ليحولها إلى بنك دم لحفيده. وبعد أن علم بكل هذا نزل الرجل بسرعة إلى الطابق السفلي وواجه والده بمكان زوجته وابنته، لكن والدها رفض رفضا قاطعا الاعتراف بأنهما على قيد الحياة. وعندما رأى الرجل ذلك لم يخف، لأنه سيطر تماما على الشركة وكان جميع الموظفين في صفه، ولذلك لم يشكل والده أي تهديد. ومع ذلك لم يخبر الأب الحقيقة بشأنهما، ثم قرر الرجل البحث عنهما بمفرده. وبعد أن علم أن ابنه قد فقد تميمته هرع إلى المكان، وفي تلك اللحظة رأى طبيب مر ما يحدث وتعرف على الفتاة كمريضة لديه. سارع الطبيب إلى إبلاغ المرأة بالحضور، ولما رأى الطبيب أن الوضع يزداد تعقيدا رفع الفتاة وطلب منها الاعتذار للصبي، لأنها إن لم تفعل فلن تتلقى والدتها العلاج الخاص. في تلك اللحظة جاءت والدة الفتاة راكضة، ولحماية ابنتها ركعت أيضا طالبة منهم ألا يحملوا ضغينة ضد ابنتها.